وحسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب نزول أمطار قوية أحيانا رعدية من 80 إلى 120 ملم بكل من طنجة، أسيلة، الفحص، أنجرة، تطوان، العرائش، وزان، المضيق، الفنيدق، شفشاون، وذلك طيلة يوم منتصف يوم الخميس. أمطار قوية أحيانا رعدية مرتقبة بكل من تاونات سيدي قاسم، سيدي سليمان، القنيطرة، مقاييسها من 50 إلى 80 ملم. الظاهرة الجوية نفسها مرتقبة بكل من إفران وخنيفرة وأزلال وبني ملال وتازة، والتساقطات تتراوح ما بين 50 إلى 70 ملم. وأفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية كذلك توقع تساقطات ثلجية بالمرتفعات التي يتجاوز علوها 2000 متر. والأمطار التي تهاطلت على مدينة الدار البيضاء تسببت في اضطراب في حركة المرور، وغمرت المياه الشوارع الرئيسية والمحاور الطرقية، مما أدى إلى عرقلة حركة السير. وهذه الصور التي نتابع من أحد الشوارع بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، والتي شهدت على غرار عدد من مدن المملكة تساقطات مطرية. وقد سجلت المديرية العامة للأرصاد الجوية 36 ملم بالدار البيضاء. تساقطات مطرية هطلت على بلادنا خلال 24 ساعة الماضية، وتفاوتت نسبها في مختلف المناطق. أعلى نسبة سجلت بشفشاون 70 ملم، 58 ملم بتطوان. أدنى نسبة كانت بالصويرة 4 ملم. والحمد لله، راه بعد مده طويله ما شفناش بحال هذا الشيء، وهذه الحمد لله. والمنطقه راه محتاجه بحال هذه التساقطات هذه، لحقاش هي منطقه فلاحيه اللي هي سوس، وان شاء الله بغينا تزيد شويه ان شاء الله باش ان شاء الله تحرك العجله الاقتصاديه وتحرك الفلاحه ان شاء الله ديال المنطقه. وهذا الشيء اللي كاين. كاين هذه القضيه هذه بصح، لحقاش دابا كندوزو واحد السنوات ديال الجفاف، ونتمنى ان شاء الله ربي يزيدنا شويه الشتاء، والناس حتى هما يكونوا واعيين شويه باش يقتصدوا على المياه بالنسبه للمحلات ديال غسل السيارات، والناس اللي عندهم لا بيسين، وهذه بنادم يدير بوجه هذه المرحله كندوزو بها ان شاء الله. اليوم الحمد لله طاحت شتيوه مزيونه، والحمد لله كنشكروا الله على هذه النعمه هذه، بعد ما كنا صراحه كان عندنا مشكل كبير في الخصائص ديال الماء، وبالنسبه للسدود اللي كانوا خاويين، وخاصه ان بعض المدن كان كتقطع فيهم كاع الماء، وصراحه كان عندنا مشكل كبير. ودابا الحمد لله كنتمنى من الله انه يرحمنا والله يعطينا قد النفع ان شاء الله يا ربي. وكنتمنى من الناس انهم يقتصدوا على الماء، حيت صراحه هادشي اللي عشناه قبل كان صعيب صراحه، ولكن الحمد لله ربي سبحانه وتعالى ما خيبناش ورحمنا الحمد لله بهذه الرحمه هذه، وشكرا. الحمد لله. مدينه اكادير حاليا كاينين تساقطات مهمه تبارك الله، وحنا فرحانين بهذا الشتاء اللي طاحت المده هذه، وحنا كننتظروا هاد الامطار الخير باش تطيح، ولله الحمد. الحمد لله طاحت اليوم الشاني تبارك الله ما شاء الله، اللهم صيبا طيبا نافعا. الحمد لله الحمد لله كثيرا.